يعني نتكلم بصراحة، ولا في ورد يومي، ولا بتقول أذكار الصباح والمساء، ولا حتى بتستمع للقرآن، ولا بتقول حتى آيتين في اليوم ترددهم في بقك، ولا بتحصن نفسك بالرقية الشرعية وترجع تقول أنا محسود، أنا فيها حاجة غلط. مش بتحافظ على الصلاة في وقتها كمان. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الأعمى ده مش العمى اللي انت بس تبقى معمي من حاجات كتير، العمى في التوفيق، في الطاعات، في كل حاجة بتحصل في حياتك تحس ان انت معمي او محسود، او بتشوف حاجات او متضايق من حاجة مش موجودة، او نفسيتك مش كويسة. فلذلك حصن نفسك بالأذكار، بالورد اليومي من القرآن، أذكار الصباح والمساء، أذكار الخروج من المنزل، كل الأذكار اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليها خليها في حياتك اليومية جزء منها. حتى لو انت مذنب او بتعمل حاجات كتيرة جدا، ما تجيش على الأذكار وتقول يعني هي دي اللي هتحسن الدنيا. بالعكس، ممكن هي دي ترجعك عن أي حاجة غلط انت بتعملها. فستنهاه صلاته يوما عن ذلك. فما تسيبش الصلاة، ما تسيبش الأذكار، ما تسيبش وردك من القرآن الكريم. اتكلم مع ربنا كل يوم، هتلاقي الحاجات دي بترجعك لربنا وبترجعك لنفسك.